مرحبا. قبل سنتين صدر كتاب للمخابرات العراقية. المخابرات العراقية أسرار وأسوار من العام 1968 وإلى العام 2003. مؤلف هذا الكتاب سالم الجميلي، هو أحد ضباط المخابرات العراقية اللي تدرج بالمناصب حتى وصل إلى رئيس خلية واشنطن في أمريكا. هذا الكتاب يتحدث عن نشأة المخابرات وتكوينها وخلاياها ومكاتبها ورؤسائها وكيفية استقطاب العناصر وتمويلها، طبعا تمويل خاص جدا لها ومستقل اللي هي مشاريع واستثمارات حتى يتمكنون من إدارة مشاريعهم. بهذا الكتاب الفصل الأخير فصل مهم جدا اللي يتحدث به عن التصفيات والاغتيالات، خلايا الاغتيالات. مثلا بهذا الكتاب عملية اغتيال الأمين العام للأمم المتحدة. بهذا الكتاب مثلا عملية اغتيال السيد مهدي الحكيم، عملية اغتيال مثلا العالم النووي، عالم نووي عراقي منشق في أمريكا. بهذا الفصل عملية اغتيال لزوجة الرئيس الفرنسي، لأن كانت عندها منظمة نسوية بالتسعينات وجت مرتين للإقليم كردستان، فاعتبروها تشجيع على التمرد، ولها محاولة اغتيال لكن نجت منها. مثلا عملية اغتيال بالكويت للسيد هادي المدرسي ونجا منها بأعجوبة مثل ما قال الكاتب. هذا الكتاب مهم جدا كوثيقة تاريخية، يعني بإمكان أي باحث أو كاتب أو مطلع أن يقتني، وأشجع أن يكون لكل من لديه مكتبة أن يكون ضمن المكتبة. كتاب مهم جدا. في هذا الكتاب مثلا واحدة من الأسرار أنه كيف استطاعت المخابرات العراقية أن تدعم العشائر في جيبوتي حتى تقلب النظام الحكم، لأن في لحظة من اللحظات كان رئيس جيبوتي عنده موقف ضد العراق. مثلا مولوا العشائر في ليبيا حتى يقلبون نظام الحكم ضد معمر القذافي، لأن صار في لحظة من اللحظات مول إيران بصواريخ. بهذا الكتاب أسرار بحيث لم يطلع عليها العراقي. مثلا في فرنسا كان أحد عناصر المخابرات تم إعدامه على أنه منشق، لكن هذا المؤلف شو يقول هذا الضابط من أمهر ضباط المخابرات، ولكن تم إعدامه لأن هو مسؤول خلية فرنسا. عندما راح قصي صدام حسين وصديقه إلى فرنسا طلبوا من عنده أن يمولهم مخدرات وما قدر، فاعتبروه فدعوا عليه على أنه منشق وتم إعدامه لأن ما نفذ طلبهم. كتاب مهم جدا ودقيق في كتاباته، ويعتبر وثيقة تاريخية على النظام البائد المقبول. إلى كتاب آخر وسطور أخرى، في أمان الله.